السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. رجعنا تاني ان شاء الله بعد غياب. اسفة جدا عن فترة الانقطاع، كنت تعبانة جدا، بس الحمد لله بقيت كويسة ورجعنا تاني مع بعض. ان شاء الله النهاردة بكيلو دقيق هتعملي حاجات حلوة جدا، هتملي بيتك بالخير وحاجات موفرة. هنشوف مع بعض العجينة دي هنعملها ازاي. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول. معانا طبعا كيلو من الدقيق، هنضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وهنضيف عليهم كمان معلقة من البيكنج باودر، وهنضيف عليهم كيس من الفانيليا. هتخلي ريحتها حلوة جدا. العجينة دي هنعمل بيها ميني بيتزا، وتنفع لأي معجنات. هنشوف مع بعض النهاردة هنستغلها ازاي. بكيلو واحد من الدقيق هتقطع معاكي كمية كبيرة جدا، وهتوفري فلوسك ومش هتشتري حاجة من بره. بعد كده معانا كوبايتين مية دافية، هنحطهم اول حاجة في البولة بتاعتنا، وهنشوف بعد كده لو احتاجنا مية تاني. نزلنا عليهم بكيسين من الخميرة الفورية، عليهم معلقتين كبار من السكر. هنبتدي نقلب الخميرة بتاعتنا مع السكر في المية الدافية. طبعا انا مجربة الخميرة دي فهشتغل على طول، لكن لو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك هتبتدي تسيبيها لحد ما تبتدي تتفاعل، وتبتدي تكملي الشغل فيها. بعد كده نزلنا بنص كوباية من الزيت، ويكون نوعية نظيفة. نزلنا عليهم بمعلقة كبيرة من الخل. طبعا الخل هو بديل المحسن، بيخلي المعجنات بتاعتك حلوة جدا. معانا بقى الخليط الجاف اللي هو كيلو من الدقيق منخول طبعا، عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكيس من الفانيليا بيخلي طعمها وريحتها حلوة جدا. ابتدينا نقلب الخليط كله مع بعضه بالمعلقة الأول، وبعد كده طبعا هنعجن عجنة حلوة. طبعا بقى مش محتاجين لعجان ولا أي حاجة، زي ما اتعودنا مع بعض بنعجن بإيدينا. أهم حاجة تخدمي العجينة بتاعتك كويس جدا، هتطلع معاكي ما شاء الله تحفة. اهو بالشكل ده هنبتدي نعجن كويس جدا. وطبعا فترة العجن كلنا حفظناها، بتاخد معاكي من 7 ل8 دقايق لحد ما العجينة تبقى معاكي زي الملبن. احتاجنا هنا شوية مية دافية، زودنا شوية، يبقى المقدار كله اللي خدته معانا كوبايتين ونص من المية الدافية. طبعا الدقيق بيختلف من عندي لعندك زي ما تعودنا، فبتبتدي تضيفي شوية شوية، ممكن تاخد منك كوبايتين بس على حسب نوعية الدقيق. ابتدينا في العجن بتاعنا. طبعا ما شاء الله الروايح طالعة ايه، حاجة تحفة. بصوا العجينة معانا بقت زي الملبن ده، طبعا بعد ما عجناها فترة حوالي 7 دقايق. بصوا بالشكل ده اهو بقى، ولا تقولي عجان ولا اي حاجة، بايديك ان شاء الله هتعملي احلى عجينة. العجينة دي تنفع معاكي لكل المخبوزات، حلوة جدا وسهلة وبسيطة وغير مكلفة. ما فيهاش لا حليب ولا بيض ولا اي حاجة، بمقادير سهلة وبسيطة هتوفري فلوسك وتعملي كل حاجة في البيت ان شاء الله. بعد كده بقى هنعمل صلصة البيتزا. معانا كده كام طماطمية، غسلناهم كويس جدا وخرطناهم. هنضيف عليهم 4 5 فصوص كده حلوين من التوم، وبصلاية كبيرة مقطعينها. نزلنا عليهم بربع كوباية بس من المية، او نص كوباية على حسب المقدار اللي انت عاملاه. ضربناهم كويس جدا، ونزلنا بيهم. طبعا هنسبكهم على النار، اي حاجة عندك كده ونحطهم. وبعد كده هنضيف لهم ايه بقى؟ هنضيف لهم معلقتين كده من الكاتشب، بيخلي طعمهم حلو جدا. نزلنا كمان بمعلقة من السكر ومعلقة من الملح ورشة فلفل أسمر. بعد كده ضفنا معلقة من الزعتر، ده أساسي معانا، بيخلي ريحتها تحفة. ضفنا كمان معلقة من الخل ومعلقة من الزيت، ومعاكي أحلى صوص للبيتزا. حلوة جدا هتعتمديها إن شاء الله. حاجة سهلة وبسيطة جدا. بعد ما سبكناها طبعا خدت وقتها على النار. بصوا القوام بتاعها ولونها وريحتها كمان من الزعتر تحفة. طبعا الزعتر على حسب الرغبة، تقدري تزودي شوية كمان. معانا طبعا الحشوة بتاعتنا زي برضو ما انت عايزة، اختياري. اهم حاجة فيها شوية جبنة موتزاريلا، ومعانا لحمة مفرومة مع الصاجة. معانا كمان بصل وطماطم وفلفل وزيتون. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، العجينة بتاعتنا اختمرت وملت الطبق بتاعنا حاجة كده تحفة.
ده طبعا كيلو من الدقيق هيرمي معانا كمية كبيرة من العجينة. بصوا العجينة بتاعتنا لينة، تحسي كده ان هي بتلزق شوية عشان تطلع المعجنات بتاعتك طرية وهشة وما تبقاش مكتومة. رشينا رشة كده من الدقيق، هناخد بس نص المقدار، النص التاني هشكله بس ما صورتوش معاكو، طبعا يرجعلك بقى انتي في ذوقك في التشكيل. هنقول كل حاجة بالتفصيل واحنا شغالين. جبنا طبعا صاج او صواني زي ما انت عايزة، قطعناها صغيرة بالشكل ده. ابتدينا طبعا ننعم العجينة بتاعتنا زي ما اتعودنا على شكل بقجة كده، ونسوي طبعا الأحجام بتاعتها. هنبتدي نرصها في الصاج لحد ما نملى الصاج كله، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. بالنسبة للعجينة التانية بقى تقدري تشكليها الأشكال اللي انت حباها. انا هنا عملتها شكلين تاني اللي احنا شفناهم في الاول وهنشوفهم في الاخر. حشينا واحدة بالجبنة وواحدة بحشوة البيتزا، طريقة سهلة وبسيطة جدا. بصوا بقى العجينة اللي احنا شغالين فيها، بتبتدي طبعا تفرديها بايديكي كده على شكل الميني بيتزا، بس دي طبعا حجمها هيطلع حلو ما شاء الله، حاجة كده محترمة. بالنسبة بقى للفطيرتين التانيين، فردنا واحدة في صينية مقاس كبير، وحطينا حشوة البيتزا والصلصة طبعا، وتنيناها بقت شكل القطايف بس طبعا بحجم كبير. بعد ما تستوي بتخرطيها، بتبقى حلوة جدا. طبعا تقدري تشكلي الشكل اللي انت حباه. عملنا واحدة تانية بالجبنة بس، وضفرناها وحطيناها في قالب الانجليش كيك. عملناها قبل كده مع بعض في البريوش بأشكال مختلفة، تقدري ترجعي للحلقة دي هتعجبك جدا. يعني تقدري من العجينة دي ان احنا نعمل اشكال متنوعة، بدل ما تشتري كل يوم حاجة من الفرن، لا هيبقى عندك تحت ايدك كمية متنوعة كده. والميني بيتزا تقدري تشكلي الكيلو كله طبعا كده، او تقدري تعمليها بيتزا كبيرة، بتحتفظي طبعا بيها في الفريزر. بتبقى حلوة جدا في المدارس للولاد، حاجة كده شهية وتفتح النفس، وانتي اللي عاملاها بايديكي، والحاجة نظيفة وضامنة ايه الجودة بتاعتها. ده ربع كيلو من اللحمة المفرومة، عصجناها طبعا ببصلتين حلوين كده، فقطعوا معانا كمية كبيرة. بعد كده حطينا بعد اللحمة المفرومة، حطينا شوية كده بسيطة من الجبنة الموتزاريلا. وبعد كده بتضيفي الحشوات اللي انت حباه. كان معانا بصل وفلفل رومي، عايزة فلفل حراق تقدري تحطي. حطينا كمان زيتون بالشكل اللي انت حباه. تقدري كمان تحشيها وتعمليها على هيئة كرات وتحطيها في قالب الكب كيك، هتبقى الحشوة برضو بتاعت البيتزا حلوة جدا وتمشي معاكي. كل دي افكار بقولها لك بحيث ان يبقى عندك حاجة تحت ايدك حلوة جدا للمدارس الصبح، وتوفر عليك ان كل يوم تشتري فينو وتحتاري في الحشوات بتاعته. لا دي تبقى حاجة جاهزة وعندك متوفرة. اول ما تطلعيها من الفريزر هتحطيها على طول في اللانش بوكس بتاع الولاد، هي هتبرد وهتبقى جميلة جدا وجاهزة للأكل. كده عملنا البيتزا بتاعتنا. ضفنا كمان شرايح طماطم لو انت حابة، مش حابة تضيفي طماطم مفيش اي مشكلة. اهم حاجة في الطماطم اللي انت هتضيفيها تكوني شايلة منها البذر، عشان ايه ما يبقاش فيها سوائل. اهو بالشكل ده. بعد كده بقى اخر حاجة كده ضفنا رشة من الزعتر، بتخلي ريحتها تحفة، بتبقى فعلا بيتزا ايطالي. طبعا دي مش هتلاقيها في الافران مخدومة كده، مجرد بيحطوا حتة طماطم وحتة زيتونة مثلا ونقطة كده من الجبنة، ما بتبقاش فيها كتير غير الحاجة طبعا اللي احنا عاملينها في البيت. اهو بالشكل ده. مسخنين الفرن بتاعنا طبعا، دخلناها على الرف اللي في النص. اول ما حسيتي ان الجبنة كده ساحت وشفتي الارضية بتاعتها احمرت، خلاص استوت، ما بتاخدش منك 10 دقايق. بصوا شكلها تحفة وطعمها كمان خطير. بصوا دول الشكلين اللي احنا عملناهم، اللي هو في قالب الانجليش كيك ده بالجبنة، واللي هي على شكل القطايف دي، بس دي ما شاء الله حجم كبير، برضو بحشوة البيتزا. اهو ما شاء الله، بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها. وان عجبتك بقى الوصفة ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي عشان عيلتنا تكبر بيكم.